اغلب الناس اللي بتشتغل من البيت بيبقى عندها مشكله في الانضباط. ففي تحدي انا اخدته من بنوته سعوديه، كانت بتدرس في لندن. فقررت، كان عندها تاسكات كتير جدا، فقررت ان هي تتحدى نفسها وتعمل التحدي ده. التحدي عباره عن 50 ساعه شغل في اسبوع. اللي مطلوب عشان تعمل التحدي ده انك تجيب ورقه بيضه فاضيه وتكتب عليها، تعمل عليها مربعات زي ما انا عامله كده، او تكتب الارقام، الساعات 1 2 3 لغايه 50، الا لما اخلص كل الحاجات دي كلها، او لما الاسبوع يخلص بقى. اشوف الاسبوع لما يخلص هخلص كام ساعه من ال50 ساعه دول، وابدا بقى اقول لكم التجربه وكده. في الاخر بتورينا ان هي خلصت كام ساعه من ال50 ساعه. دي من الحاجات اللي انا اشتغلت عليها امبارح. كنت مخلصة على ما اظن 70، ودلوقتي داخلة في ال90. ده اوردر مطلوب مني برضو، ده لازم يخلص الاسبوع ده. وكمان خلصت حاجات على اليوتيوب عندي. في سلسلة جديدة كده هوت، ان شاء الله يعني عايزة اخلصها، بتتكلم عن تاريخ بورسعيد. خلصت كده كام حاجة، طبعتهم وهطبعهم وكده. وايه تاني؟ بس يعني وبجمع الفيديوهات عشان ابدا امنتجهم، ولو في حاجه محتاجه تتصور صورها وكده. فانا امبارح الشغل ده كله اخد مني 4 ساعات. فاحنا هنعلم على ال4 ساعات دول. انا كده خلصت، والنهارده بقى هشوف انا هخلص قد ايه. وبرضو ايه، هشارككم حاجات وهنعلم مع بعض. فدلوقتي انا هبدا الساعه بتاعتي، اول ساعه في اليوم. هكمل الاوردر بتاعي، وهصور شويه منتجات عندي وانزلها، وهشوف انا هاخد كام ساعة وارجع لكم تاني. احنا النهاردة الحد، انا بدأت السبت. انا اول ساعة في تصوير المنتجات. وده دلوقتي بقى ايه، ده الشمع اللي احنا خلصناه لغاية دلوقتي. خلاص احنا فاضل لنا بإذن الله آه يعني اقل من 10. احنا بقى لنا ساعة بالظبط. ساعة ونص صورت الحاجة وعملت شوية شمع. ساعة ونص ممكن يكونوا قليلين، بس الحمد لله يعني حاسة ان انا انجزت فيهم حاجات كتير. ف هاخد بقى بريك، مش عارفة بقى هيخلصوا امتى وبعدين نكمل. خليكم معايا. الاستراحة بتاعتي طولت قوي، واشتغلت نصاية وبعدين خدت استراحة تانية. وبعد كده هو بقى صليت وخلصت، وبعدين بقى ايه، جيت كملت شغل. قلت بما ان انا مش عارفة انام، فاقعد بقى ايه، استنى الفجر واشتغل. فسجلت اليوم ال26. الحلقة تحفة جدا جدا. انا عقبال ما انزل الفيديو هكون انتوا اصلا شفتوها، لانها هكون نزلت يعني. وكمان دي الحاجات اللي انا كنت شغالة عليها امبارح وطبعتها النهاردة. بصوا الجمال. تتوقعوا الدنيا هتبقى عاملة ازاي؟ يعني تتوقعوا كده انا هعمل ايه بالصور الحلوة دي. شايفين الجمال؟ ده فنار بورسعيد، ودي هيئة قناة السويس، وده سمون ارزت، ودي بيوت الهيئة، ودي جنينة فريال، وده البيت الإيطالي بس من الجنب شوية. حاجة في حياتنا ليها بداية، وحكايتنا بدأت في ليلة من ليالي سبتمبر. النهاردة يوم الاثنين. قمت الصبح اشتغلت 2 ساعة، من 4:30 ل6:30. بعدين هناخد بقى ايه استراحة. ده بقى اخد وقت طويل قوي قبل ما عملنا عينة ورصصتهم كده. اخدت بريك، شاي بالنعناع، شاي اخضر بالنعناع. فخلصت ساعة اهي، ممكن تكون ساعة ونص، بس يعني عشان مش حاسبة قوي فمش عايزة اخم من اولها يعني. بس يعني اهو احنا مكملين. هو النهاردة اصلا كله هيبقى شغل، لان لسه هنزل اجيب حاجات تبع الشغل يعني.
بس انا حاسه ان انا مش هخلص التحدي. يعني تخيلوا 10 ساعات دول في 3 ايام. ولسه في 4 ايام يعني. مش هلحق اخلص التحدي، فانا قلقانه جدا يعني. بس يلا الواحد بيعمل اللي عليه. خلصنا الساعة الأولى، ده كان في إن أنا بننزل نشتري الحاجة. وبعدين الساعة التانية طبعا أنا سجلت الفيديو تاني لأن كان صوت المروحة كان صعب قوي. و... والساعة التانية قعدت ساعتين بقى أشتغل أكتر من حاجة. نزلت ريل على الانستجرام، وطبعا شغالة في الشموع عشان أخلص الأوردر بإذن الله. وكنت بقول أنا مش عارفة هخلص 50 ساعة دول ازاي. يعني أنا هو دول، يعني احنا النهاردة خلاص يعني داخلين في التلات، وانا لسه ما خلصتش كتير. حاسه ان انا مقصره، فمحتاجه بكره اشد حيلي. يعني على الاقل اشتغل 6 ساعات كده اهو. بحيث ان انا ايه اخلص حتى نص 50. بس لا لا، ان شاء الله ان شاء الله هخلصهم كلهم. تتوقعوا ايه، اخلصهم ولا لا؟ انا من سنه ونص بالظبط اخدت كورس اخراج على اليوتيوب عشان الفيديو ده. انا عايزه اقول لكم ان الفيديو ده حرفيا متعوب عليه، السلسله دي اصلا متعوب عليها. فكان من ضمن الحاجات اللي قالها ان احنا نعمل الجدول ده ونكتب فيه الادوات. ده في اول مشهد، وايه الشوط الاول والتاني وكده. وده الملخص اللي انا كنت عاملاه وانا بتفرج عليه. فبدأت بقى اجمع الادوات. الدفتر ده اهوت، وطبعا الصور دي شفتوها المرة اللي فاتت. ولسه بقى الشنطة والجوانتي والحاجات دي كلها هجمعها. وهبدأ بقى ايه اصور ال- السلسلة كلها يعني. آه، اللي هو انا متخيلة حاجات كتير حلوة، بس مش عارفة هوصل ايه في الاخر يعني. دلوقتي كنت بكتب الجدول اللي انا بتكلم فيه على المشهد الاول. بالمناسبة ده الدفتر برضو جايباه من فترة وما فتحتوش، عشان كنت مستنية الصور دي تخلص. خلصتها يعني. سبحان الله، كل فترة عمالة أأجل في السلسلة دي، وحاسة ان هي مش هتطلع احسن حاجة، فعمالة ايه أأجل فيها. وصورتها اكتر من مرة. المهم، سمعت حد بيقول بالنسبة دي الشنطة دي بتاعت الفيديو دي، اللي هو انا اول ما شفتها يعني تنحت قدامها وجبتها على طول. كنت جايباها من السعودية. كتير مننا عارف دكتور عماد راشد والكتب بتاعته الجميلة. كنت سمعت له فيديو من فترة قريبة يعني، ان ليه احنا بنسوف او بنأجل. ودي من ضمن الحاجات اللي انا كنت مأجلاها صراحة. اقول لكم جايبه الحاجات من سنه. لان انا ببقى متخيله الفيديو هيبقى بالطريقه دي وهعمل كذا، فلما بشوف الواقع بصطدم. ما بحسش ان هو هيطلع حلو، فبسيب الحاجه. وبعد كده ارجع تاني اقوم مصوره من اول وجديد، وبعد كده ايه ما تعجبنيش اقوم سايبه الحاجه. المهم، هو بيقول ان احنا لازم نضرب الفكره المثاليه دي بالنار، اللي هي موجوده في دماغي بس بالنار، لان هي مستحيل حاجه تطلع زيها بالظبط. يعني مستحيل خيال يبقى زي الحقيقه. فبيقول ان احنا لازم نقعد نجرب مرة واتنين ونجيب احسن حاجة بالنسبة للواقع مش بالنسبة للخيال. كده اليوم بتاعي خلص. اشوفكم بكرة ان شاء الله. يا هلا. طبعا النهاردة انا قمت متأخر، ما قمتش بدري. فقمت اشتغلت على طول يعني، ما لحقتش ان انا اصور وكده. فحسبت بدأت من الساعة 5 للساعة 9، يعني دول 4 ساعات اشتغلت فيهم. وطبعا الصورة اللي قبل كده كانت خير مثال على الشغل اللي حصل، ولسه يعني هكمل. المفروض ان انا دلوقتي اخده بريك، بس مش عارفه هخلصه امتى البريك ده. بمناسبه الساعات اللي انا عملتها دي. وطبعا خلصت اخر الشمعة، وكان بالنسبه لي حاجه يعني حاجه كبيره يعني. بسيطه ايه. فيعني استنى بقى النهارده التلات، وهنشوف هنعمل فيه ايه تاني. هي فكرة الزمن في مسرحية أهل الكهف. أنا قلت أخد استراحة شاي بلبن، شاي بلبن وطعم. واجي اقول انا قعدت قد ايه، ببص في الساعه لقيتها 3:30. محسيتش بالوقت وانا بادئه من 12. فكده كام؟ 12. لا، انا قعدت كتير كده ليه؟
وبعدين واحدة، اتنين، بقى ل3. فلا يعني كده كتير. فهاخد بريك وهرجع تاني، بس بقى في صلاة عشان ما صليتش العشاء، وبعدين بقى هكمل تاني. وانا عاملة تارجت النهاردة ان انا اغلف 50 قطعة. انا يعتبر خلصت 30، لسالي 20. فعايزة بقى دعوات كتير. محمد ومحمد علاء الاتنين جايين عشان يخلصوا حاجة في الأكل، بس معرفش ايه جايين لسه. صباح الخير. النهاردة الخميس. انا الخير. بص، هو انا ما صورتش كتير امبارح كان الاربعاء، النهارده الخميس. خلاص لسه 3 ايام والامتحان يخلص. فانا ما خلصتش كتير، هو امبارح بس خلصت 3 ساعات. قعدت من بعديها يعني ما كنت مطبقة، فقعدت اغلف الاوردر، وبعدين قعدت اظبط حاجات في الفيديو بتاعي، السلسلة بتاعتي. و ايه تاني عملته؟ وبعدين نمت وصحيت بقى. آه... هتشوفوا بقى الكلام ده. نزلت يعني عشان اشتغل بره، وبدأت الساعة 8 وخلاص 9. هو يعني من 8 ل9 ما قعدتش كتير، ممكن نصاية زيادة، بس ساعة ونص اللي انا اشتغلتهم، والباقي يعني بعد كده بقى رحت نمت وكده. فدلوقتي هبدأ ده اللي خلصناه امبارح، 50 واحدة خلصناهم لسه، بس هنحط في الفيونكات، ودول 50 الباقي. بدأت الساعة 11:30، فاحنا النص ده تمام خلصناه، وهنا تمام. وقعدت لغاية الساعة 2:30، فنص اهو. وبعدين أخدت بريك، ورجعت تاني الساعة 3. فنقول مثلا قعدت بقى ايه ساعات متقطعة، يعني ممكن قعدت 3 ساعات متقطعين. ايه ده؟ عمود طبيخ؟ واختار مين ده يا بنتي؟ هات الاكل، ومن هنا ورايح مالكش صالح بيا، لا تتعرض لي بسكه ولا تسالني عن حاجه ولا اسالك يا لما رجعت نفسي، لا انا ما بدأتش 3، انا بدأت 4. تمام. وقعدت من 4 ل5، وبعدين من 5 ل6، من 5 ل6، ومن 6 ل7 ساعة اهوت. وبعدين خدت بريك وقمت ايه، قعدت نص ساعة كده ونمت على الساعة 10. ده كان يوم الخميس اللي انا بقوله، ده يوم الخميس. النهاردة يوم الجمعة، ودلوقتي الساعة 5:30 الفجر. فدلوقتي هبدأ شغل، دلوقتي الساعة 5:30. هنكتب هنا اهوت عشان نبقى عارفين بالقلم الرصاص، وهشوف اقعد قد ايه وهاخد بريك قد ايه، ولما اعمل اي حاجة هقولكم. باي. نرجع بقى. هو انا خلصت النص ساعة دي طبعا. انا بدأت 6 و... وقعدت لغاية الساعة دلوقتي 11، بس انا ما خدت نص ساعة بريك. ف كده انا قعدت المدة دي بس. حاسة ان انا بكرة اخر يوم في التحدي. ما اعتقدش بقى هل انا اخلص كل دوت. لسه كام ساعة؟ لسه 14 ساعة. مش عارفة بقى هل هخلصهم ولا لأ، ولا بكرة اخد بريك وبعدين اكمل. مش عارفة، بس انا يعني فخورة بنفسي ان انا وصلت لغاية هنا. انا ما بدأتش 5:30، انا بدأت 6. فهحسب بقى انا قعدت كام ساعة واقول لكم. هلو، احنا خلصنا 20
وطبعا في خسائر في حاجة ساحت مني من مسدس الشمع، ما علينا. فهنعمل من اول وجديد، بس يعني هي حاجة بسيطة الحمد لله. هو هي الساعة دلوقتي 12، انا شغالة من 10، لان انا قعدت شوية كده في البريك، قعدت ساعة مع 3/4 ساعة يعني، حاجة كده. ف كده ساعتين، 10 ل 12. يلا نكمل. بقالي ساعة بشتغل، فقلت اخد بريك قهوة بتمر. طيب انا خلصت ساعة، هخلص وبعدين هرجع تاني. صباح الخير. والله انا النهارده اخر يوم. امبارح ما اشتغلتش كتير، امبارح اشتغلت 3 ساعات بس. والنهارده يعني حاسه ان انا عايزه اعوض يعني بجد. بس انا مبسوطه ان انا وصلت لكده يعني. انا وانا فوق ما كنتش مبسوطه، لان انا قعدت 3 ايام اخلص في 10 ساعات، تخيلوا. النهارده اتوقع اخلص حبه حلوين، لان انا لسه عندي شغل كتير محتاجه اخلصه واسلمه يعني. آه وممكن يعني اطلع بره التحدي، يعني ازود مثلا نص يوم بتاع يوم الاحد. ممكن ممكن لا. بس انا مبسوطه بجد والله يعني. التحدي جميل جدا جدا، ما كنتش متخيله ان هو يبقى حلو كده. اخلص وبعدين بقى نتكلم. هو المطلوب مننا دلوقتي ان احنا نملي السله دي كلها فيونكات. 200 فيونكة، سوري 100 فيونكة. طيب احنا اشتغلنا بقالنا قد ايه؟ بقالنا ساعتين. طبعا انا غلطت في حاجة يعني. الساعة اهيت وساعة تانية، وطبعا انا قعدت اتلكع. انا بقالي كتير اصلا يعني. اللي انا حسبته ان انا قعدت كله هم ساعتين مع غيرهم، وضيعت وقت جميل يعني. اكلت وكده وبشرب الشاي. دعواتكم بقى كتير نخلص. مساء الخير. رجعت تاني. طبعا انا قعدت اشتغل من الساعة 1، لا من 12 قصدي، لغاية الساعة 4. تمام. وبعدين نمت كتير قوي قوي قوي. مش عايزة اقول الساعة كام دلوقتي. آه بس انا يعني خلاص النهاردة اخر ليلة في التحدي، فهكمل كده كام حاجة لسه ما خلصتهمش، وبعدين بقى نيجي نتكلم عشان نختم الفيديو الجميل ده اللي انا استمتعت بيه بجد. ومش مصدقة ان خلاص يعني خلاص بيخلصوا. فهشتغل اخر يعني كام حاجة عندي، واشوف انا هخلص فيها قد ايه وحتى لو ما خلصتش كل الساعات اللي باقية مش مهم، المهم ان انا يعني مبسوطة على التحدي. طبعا حصل حاجة ان الشمع مسدس الشمع بتاعي خلص. فوقفت الشغل، اشتغلت بس ساعة واحدة وقفت شغل. فخلاص كده التحدي خلص، احنا داخلين على الساعة 12. ف... فأنا خلصت 50 ساعة إلا 3 ساعات. أنا مبسوطة بنفسي شابوه إن أنا خلصت ده، على الرغم إن أنا يعني في أول 3 أيام خلصت 10 ساعات وكان لسه مدة يعني، بس يعني الحمد لله. فالتحدي ده أنا أنصحكم تعملوه يعني كل فترة. أنا هعمله تاني. هو طبعا النهارده الاربعاء، وهحاول انزل الفيديو النهارده. اتاخرت جدا في المونتاج لان كان في حاجات ناقصه، فكنت بظبطها فيه وكده. بس انا بنصح انكم تعملوا التحدي ده، هيبقى حلو قوي، خصوصا لو انتوا عندكم ضغط شغل في وقت وعايزين تخلصوا عشان تدوا نفسكم بريك لقدام. اهم حاجه في التحدي ده عشان تعملوه انكم تحددوا الاهداف اللي انتوا تعملوها. يعني يبقى الاهداف اللي انتوا عايزينها تبقى واضحه. ما تحطوش اهداف كتير، حطوا مثلا اكتر هدفين صعبين عندكم
وحطوهم، هياخدوا وقت كبير جدا. خلصتوا وانجزتوا المهمة. اتمنى تكونوا استمتعتم، واسفة جدا على ان الفيديو طويل، بس والله يعني هو اسبوع من حياة بني ادم، فطبيعي ان هو يبقى طويل. طبعا ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكم اي حاجة جديدة. طبعا البطل بتاع الاسبوع ده وهو شغلي الاساسي اللي هو لونا. جنب اليوتيوب بعمل شموع وبعمل حاجات كتير حلوة. اتمنى ان هي تعجبكم، وهحط لكم الصفحة بتاعة الانستجرام بتاعتي تحت في الديسكريبشن. الى اللقاء.